يبدو أن رحلة النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد مع برشلونة لم تبدأ بالطريقة التي كان يحلم بها عشاق النادي الكتالوني، فبحسب صحيفة آس الإسبانية ما زال اللاعب في طور التأقلم مع الأجواء الجديدة، حيث لم يتمكن من تقديم الأداء المنتظر في أول 3 مباريات رسمية له بقميص البارسا. راشفورد جاء إلى برشلونة ليضيف قوة هجومية على الرواق الأيسر، ويمنح المدرب هانز فليك بديلا مميزا لرافينيا، لكن الأمور على أرض الملعب بدت أعقد. ففي الوقت الذي ظهر فيه بشكل جيد خلال المباريات الودية أمام فرق متواضعة، وجد نفسه محاصرا أمام التكتلات الدفاعية القوية في الليغا. في مباراة رايو فايكانو لم يظهر سوى بفرصتين من كرات ثابتة، وألغيت أخطر محاولاته بداعي التسلل، كما فقد الاستحواذ عدة مرات في دقائق معدودة. أما أمام ليفانتي فقد بدأ بقوة قبل أن يخفت بريقه ويتم استبداله، ثم اكتفى بمشاركة قصيرة أمام مايوركا. ورغم هذه البداية المتذبذبة، فإن التفاؤل ما زال حاضرا داخل غرفة ملابس برشلونة. المدرب فليك وزملاؤه يؤكدون أن راشفورد يمتلك السرعة والقدرة على الحسم، وكل ما يحتاجه هو الوقت للتأقلم وكسب الثقة، خصوصا في موسم بدأه برشلونة بمستوى متوسط، لكنه ما زال مفتوحا على الكثير من الاحتمالات.